بنت الدكتورة المقدورة رفيف الياسري تحصل على إعفاء. شوفوا فرحة والدة مامتها، يعني جدتها كانت فرحانة بيها جدا جدا. ربنا يعوض فيها يا رب العالمين، وتشوفها في أعلى المراكز، وألف مليون مبروك. اللي ما يعرفش قصة رفيف الياسري، طبعا في 2018 كانت حادثة كبيرة جدا في وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري، إذ شكل هذا الحادث وقعا كبيرا على مختلف المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، لما حملته الوفاة من غموض وشائعات. وتوفيت خبيرة التجميل يوم الخميس. بداية الأزمة عانت رفيف الياسري من أزمات متلاحقة، ابتداء من مشاكلها الزوجية، مرورا بمديرية أعمالها السابقة، ثم شريكها السابق والذي هو بنفس الوقت زوج والدتها، ومشاكلها الأخرى المتعلقة بوالدتها وشقيقتها، وانتهاء بدور 2 من العاملين معها في مركز التجميل. في البداية واجهت رفيف الياسري مشاكل مع زوجها نتيجة عملها الذي كان يأخذ معظم وقتها بالرغم من وجود طفلة لديهما، وهو الأمر الذي أدى إلى حصول مشادات ومشاجرات بين الزوجين سواء في البيت أو داخل مركز التجميل. بيقول إحدى العاملين في المراكز طلب عدم ذكر اسمه إن المشاجرات الزوجية كانت تحصل داخل غرفة رفيف في مركز باربي للتجميل الذي تديره، وغالبا ما كان بعض العاملين المقربين من الزوجين يتدخلون لفض المشاجرات. ويضيف المصدر أن المشاكل الزوجية استمرت بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى إلى اتفاقهما على الانفصال والابتعاد لفترة من الزمن لإيجاد أي حل. رفيف الياسري وزوجها تجمعهم قصة حب كبيرة هي اللي منعتها من الوصول إلى حالة الطلاق، وبالرغم من كل الخلافات أزمة شريكها التجاري وزوج والدتها. عندما قررت رفيف الياسري إنشاء مركز باربي للتجميل، احتاجت لشريك كي تتمكن من افتتاح المركز، وهنا عرض عليها زوج والدتها أن يكون شريكا في المشروع، وتم الاتفاق على نوع الشراكة، واستمر الحال لعدة سنوات بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز. إنه بعد النجاح الكبير لمركز باربي بالرغم من ظهور مراكز كثيرة في بغداد، وهو الأمر الذي أجرى زوج والدتها إلى افتتاح مركز تجميل خاص به تدير إحدى الشاعرات الشعبيات، والتي كانت تتردد إلى مراكز باربي ولها علاقة قوية مع رفيف الياسري، إلا أن إجراءات زوج والدتها للشاعرة ونجاح مراكز باربي في تحقيق أموال كبيرة هي التي دفعتها إلى اللجوء إلى المركز دائما. وطبعا بالتالي طلب زوج والدتها منها إنهاء الشراكة وسحب حصته من مركز باربي، والأمر أكلف طبعا رفيف الياسري أموال كثيرة، لكي الذي أتعب رفيف هو قيام زوج والدتها والشاعرة بافتتاح مراكز التجميل الخاص بهم مقابل مركز باربي، ولا يفصل بينها سوى الشارع العام، وهو ما اعتبرته رفيف الياسري ضربة موجعة لها، وتنافس بين طبعا المركز بتاعها والمركز اللي زوج والدتها افتتحوه، وبحسب كلامها طبعا التي كانت تقوله في إحدى المواقع أو إحدى صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي. اتسمت علاقة رفيف الياسري مع والدتها وشقيقتها بالمد والجزر، وكذلك النقد المستمر الذي كانت تواجهه رفيف من قبلهما، أدى إلى أن تكون هذه العلاقة مشحونة بالمشادات الكلامية والمشاكل، والتي كانت تظهر حينها وتغبو حينها آخر استمرار مشاكل العمل. كان المركز يعاني من بعض تصرفات مديرة أعمال رفيف الياسري السابقة، وكانت تصرفات المديرة السابقة أن تتسبب في تدمير مركز التجميل أكثر من مرة بسبب السمعة التي طالت هذه المديرة والتشنيع الذي طالها، وهو الأمر الذي أدى إلى رفيف إلى طردها من العمل، وأدى استبدال مديرة الأعمال إلى استقرار عمل المركز. لكن ما أسسته المديرة السابقة بقى يلقي بضلاله على المركز مواد تجميلية تستخدم كحبوب مخدرة تدخل مادة GHB المخدرة في عمليات التجميل، وهذه المادة يمكن استخدامها كحبوب مهدئة ومخدرة تؤخذ عن طريق الفم وبنسب معينة، وبحسب التوصيف الطبي للمادة
كأنها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وأي كميات كبيرة منها قد تؤدي إلى حدوث نوبات قلبية وصعوبة في التنفس، وقد يؤدي إلى فقدان الوعي والدخول في غيبوبة. كما أن الوصف الطبي يحذر من أخذ هذه المادة مع الكحول أو مع أدوية الخاصة بأمراض القلب والأعصاب، وهي الأدوية التي كانت تتعاطاها رفيف الياسري بعد إصابتها بنوبة قلبية سابقة. القبض على عاملين في مركز التجميل بسبب المخدرات. أعلنت وزارة الداخلية بعد وفاة رفيف الياسري عن إلقاء القبض على 2 من العاملين في المركز على خلفية اكتشاف كميات من مادة GHB داخل مركز التجميل. مصدر مطلع على سير التحقيقات كشف أن مادة GHB وجدت داخل جسد رفيف الياسري بعد فحوصات الأدلة الجنائية، وهو الأمر الذي أدى إلى تفتيش مركز التجميل الذي وجد فيه كميات من هذه المادة. وبعد التحري تبين أن عاملين من عمال المركز يتأجران ويتعاطيان المادة ليصدر أمر قضائي بالقبض عليهما، وتم أخذ أقوالهما والمصادقة عليها قضائيا وإحالتهما إلى القضاء بتهمة المتاجرة بالمخدرات. وتضيف بعض المصادر أن المدعو اللبناني الجنسية كان قد ألقى القبض عليها في مطار بغداد الدولي أثناء دخولها العراق وبحوزتها حبوب لمادة مخدرة، لكن تم الإفراج عنها بصورة سريعة دون معرفة الأسباب. ويشير إلى أن اختفاء هذه الشخصية وعدم حضورها إلى المركز بعد سفرها خارج العراق معاناة وشعور بالخيبة والخذلان. تسببت هذه المشاكل والأحداث بحدوث صدمة نفسية لرفيف، وهو الأمر الذي جعلها تتعاطى الحبوب المهدرة للسيطرة على أعصابها. ويشير المصدر أن رفيف الياسري عانت من حالات هيجان عصبي كبير جراء هذه المشاكل، وكذلك اختفاء الكثير من الأموال من داخل المركز، الأمر الذي جعلها تقول دائما بأنها تشعر بالخيبة والخذلان والخيانة من قبل أقرب الناس إليها، وكانت تأخذ الحبوب المهدئة للسيطرة على أعصابها ومنها مادة GHB. قامت رفيف الياسري بالتأنق والخروج إلى أحد الأماكن للتغيير من حالتها النفسية والابتعاد عن المشاكل المحيطة بها، وخرجت بعد غروب الشمس ب2 وعادت قبل الفجر. وأخبرت عاملة الخدمة لديها بأن توقيظها عند 10:10 صباحا، لأنها كانت متوجهة إلى أربيل ظهر ذلك اليوم. وعندما جاءت الخادمة لتوقظها في الوقت المحدد رأتها في حالة من فقدان الوعي بعد أن تيقأت محتويات معدتها. لتتصل الخادمة بذويها والمتواجدين في المراكز لإنقاذ رفيف، وعندما وصل ذويها إلى بيتها كانت رفيف الياسري في النفس الأخير من الحياة، وبادروا فورا بنقلها إلى المستشفى لكنها توفيت خلال الطريق. وقالت مصادر طبية في مستشفى الشيخ زايد الذي نقلت إليه رفيف الياسري بأنهم استلموها جثة هامدة قد فارقت الحياة. وعند وصول جثمان رفيف الياسري إلى دائرة الطب العدلي وبعد تشريح الجثة وأخذ عينات من أمعاء الجثمان، أبلغت الدائرة أهل رفيف الياسري بأخذ جثتها لدفنها في مكان مؤقت لعدم توفير الثلاجات الحافظة للجثث بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ويقول أن عائلة رفيف الياسري قاموا بدفن جثمان رفيف بمقبرة الشيخ معروف في بغداد. ويضيف المصدر أن أهل رفيف الياسري قاموا بنقل جثمانها إلى مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف لتدفن هناك بناء على وصيتها بعد أن استلموا أمعائها في كيس. وأشار المصدر أن المركز التجميل التي كانت تدير رفيف الياسري أغلق بشكل كامل بعد أن تم إجراء تشييع رمزي لجثمان الراحلة من مقر المركز إلى سكن ذويها، وامتنع عائلتها عن إقامة مجلس عزاء لها بالرغم من الإعلان عن إقامته في إحدى قاعات الجوامع في بغداد. وهي دي تكون قصة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، الله يرحمها ويسكنها في ساح جناته. قصة مؤلمة جدا وجعتني أنا شخصيا، هي الله يكون في عونها، استحملت كتير من جميع اللي حواليها، إذا كان أهلها وزوج والدتها، إذا كان اللي معاها، حتى اللي كانوا في المركز، من كل النواحي. ربنا يرحمها ويغفر لها.